السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الفرق بين تمرينة الجيم التقليديه جدا اللي هي بنش وباي وظهر وتراي والفانكشنال تريننج او البرفورمانس تريننج، الطريقه اللي احنا بنمرن بيها يوسف في البروجرام بتاعه. اول فرق ما بين الحاجتين هو الهدف. بروح هنا الجيم اعمل ايه وبروح هنا الجيم اعمل ايه. لو انا بتمرن بودي بيلدينج عادي جدا حاجه كلاسيك، فانا هدفي هو شكلي، ان انا اخس شويه، ازيد عضلات، اكبر بنشي، اكبر دراعي، الكلام ده كله. بس الناحيه الثانيه الهدف بيكون مختلف. الهدف بيكون بيرفورمانس امبروفمنت، او ان انا احسن ادائي في ايه على حسب انا الهدف بتاعي ايه. يعني لو انا لعيب كوره ابقى عاوز ان انا ابقى اسرع، لو لعيب باسكت ابقى بنط اعلى، لو سباح تبقى شدتي في الميه اقوى. كل دي حاجات في الاداء احنا نقدر نحسنها في الجيم. حاجه تانية لو انت مش بتلعب رياضه خالص، ممكن تكون الهدف بس بتاعك ان انت تبقى بتعرف تلعب مع اولادك، ان انت تعرف تطلع وتنزل السلم من غير ما تنهج بعد 5 دقائق. كل دي حاجات برضو ممكن نحسنها من خلال البرفورمانس تريننج. تاني هدف هو الادابتيشن او التكيف اللي انا بروح اعمله في الجيم. يعني ايه ادابتيشن؟ كل تمرينه او كل طريقه تمرين ليها هدف معين. لو انا بروح الجيم بودي بيلدينج فالتكيف بتاعي بيكون غالبا ان انا ازود حجم عضلاتي وده بنسميه هايبرتروفي، او ان انا احرق دهون وده اسمه فات لوس، او لو هنقول حاجه ساينتفك اكتر لايبوليسيس، ان انا اكسر الدهون اللي في جسمي. التكيفات اللي بتحصل في البرفورمانس تريننج او الفانكشنال تريننج بقى كتير قوي. انا ممكن يبقى هدفي ان انا ابقى اقوى وده اسمه سترينث تريننج، او ان انا ابقى بطلع قوه اسرع وده اسمه باور، او ان انا حتى ازود حجم عضلاتي، ان انا اعمل هايبرتروفي زي الطريقه بتاعت الجيم. بس لو انا مثلا لعيب ضعيف وعاوز ابقى اقوى شويه عشان في الالتحامات ابقى احسن، ممكن يبقى هدفي ان انا ازود مرونه مفاصلي عشان الرياضه بتاعتي محتاجه كده، وده بنشتغل ساعتها على الموبيليتي. ممكن يبقى بروح الجيم علشان اعمل بري هاب. يعني ايه؟ يعني اقوي العضلات اللي ممكن تتصاب في الرياضه بتاعتي، او لو انا عندي مشكله مثلا في ظهري، لو انا انسان عادي جدا بس كل شويه ظهري بيشد، لا ممكن اكون بشتغل على حاجات قوي عضلات الكور والعضلات اللي حوالين الظهر علشان ما اتصابش. كل دي حاجات ادابتيشنز بنقدر نحققها في الفانكشنال تريننج، فهم كتير قوي على حسب احتياجات الشخص. ولو بنتكلم في بودي بيلدينج فالادابتيشنز هم مينلي الهايبرتروفي والفات لوس. ثالث فرق هو انا بروح الجيم امرن ايه. في الكلاسيك كيس بتاعت البودي بيلدينج انا بمرن عضلات. يعني ايه؟ انا رايح النهارده العب بنش وظهر، انا رايح بكره العب رجلين، انا رايح بعده العب كتف. انما لما بنتكلم عن فانكشنال تريننج او بيرفورمانس تريننج احنا بنمرن موفمنتس مش بنمرن عضلات. يعني ايه؟ يعني بمرن موفمنت باترن زي السكواتنج، زي الهنجنج، زي البوشنج، زي البولينج. ليه؟ لان احنا في حياتنا او في البرفورمانس اللي احنا بنعمله احنا ما بنحركش عضله لوحدها، احنا بنتحرك مجموعه عضلات مره واحده. وانا زي ما اتفقنا انا هدفي ان انا احسن ادائك كامل، مش ان انا اقوي عضله معينه. طبعا ممكن يكون عندي عضلات فيها امبالانسز، عضله اقوى من عضله، فمحتاج اقوي عضله لوحدها عشان برضو احسن البرفورمانس. فمش معنى ان انا بمرن عضله لوحدها ايزوليشن تريننج ان ده مش فانكشنال تريننج او مش بيرفورمانس انهانسنج تريننج. لا، انا ممكن في الحاله دي يكون ان انا اكبر العضله دي، ده بالنسبه لي فانكشنال تريننج. بس في اغلبيه الحالات احنا بنمرن موفمنت باترنز زي ما اتفقنا. رابع فرق هو علاقه التمرينه دي ببقيه يومي. يعني لو انا بروح الجيم عادي جدا، انا خلصت النهارده تمرينه البنش بتاعتي، هاخد الواي والكرياتين، ممكن اعمل شويه كارديو كده على التريدميل ولا على الستير ماستر بعد ما اخلص، وخلاص كده اتعشت وانا خلصت يومي. هرجع بقى اقعد مع صحابي، اقعد مع مراتي واولادي، ايا كان، بس خلاص كده اليوم اتقفل. الموضوع بيبقى مختلف جدا لو انا بمرن واحد رياضي. ليه؟ لان غالبا الرياضي ده لما بيجي لي الجيم ما بتبقاش دي التمرينه الوحيده اللي في يومه، لا هو غالبا بيكون عنده تمرينه الرياضه نفسها، وممكن يكون عنده كذا تمرينه في الرياضه لو هو رياضته فيها حاجات متعدده زي الام ام اي مثلا. ممكن يكون بيلعب سترايكنج وجرابلينج وكمان بيجي لي سترينث اند كونديشننج. فساعتها انا ببقى محتاج ان انا اراعي بقيه التمارين. يعني انا همرنه تمرينه السترينث اند كونديشننج دي مثلا قبل تمرينه الرياضه بتاعته، فما ينفعش اموته في تمرينه السترينث اند كونديشننج يروح تمرينه الرياضه ما يعرفش يعمل اي حاجه، لان في الاول وفي الاخر هو هدفه ان هو يتحسن في رياضته. حاجه تانية، هو ممكن يجي لي بعد ما اتمرن تمرينه الرياضه بتاعته. يعني ممكن سباح خلص تمرينه السباحه وجاي يتمرن معايا، ساعتها انا لازم اقدر ان هو جاي لي وهو تعبان شويه، فمش هينفع برضو ادوس عليه واعرضه ان هو يتصاب او ان هو يحصل له اوفر تريننج بسبب ان انا عاوز اموته في تمرينه السترينث اند كونديشننج واجيب اخره بعد ما هو اوريدي جاب اخره في تمرينه الرياضه بتاعته. فدي حاجه لازم ناخد بالنا منها قوي، انه علاقه التمرين باولا التمارين الثانيه، ولو عنده ماتشات او لو عنده بطولات. ما ينفعش واحد يبقى عنده بطوله بكره ومرنه تمرينه شدتها عاليه جدا، هيروح البطوله مش قادر ينافس وهيعمل وحش. خامس فرق وليه علاقه شويه بالنقطه اللي فاتت هو مراحل التمرين او الفيزز اللي انا بتمرن فيها. لو انا راجل بلعب بودي بيلدينج، unless طبعا ان انا بدخل بطولات، لو انا يعني
بروح الجيم عادي، فانا غالبا بتبقى تمرينتي طول السنه تقريبا شكلها واحد. تمام، ممكن شويه اركز على عدات اعلى، شويه احط سوبر سيتس، شويه احط دروب سيتس، بس غالبا الشكل كله بيبقى واحد طول السنه. عكس بقى السترينث اند كونديشننج للاثليتس، ساعتها انا لازم تمرينته يبقى ليها صله بجدول المنافسات بتاعته. اللعيب ده على عنده سيزون بيلعب مثلا على مده 6-7 شهور زي اغلبيه اللعبات الجماعيه، الكوره، السله، اليد، الكلام ده كله، ولا هو بيبقى عنده مثلا 3-4 بطولات في السنه زي السباحين مثلا او لاعبي الالعاب القتاليه؟ هل هو عنده بطولات لا كل اسبوعين 3 زي رياضات تانية كتير؟ ساعتها بنقسم تمرينه لفترات مختلفه، فترات زي الاوف سيزون لما بيبقى في الاجازه بتاعته، بري سيزون قبل السيزون بتاعه، ان سيزون جوه السيزون. كل المراحل دي بيبقى تمريناتها مختلفه عن المراحل التانية على حسب منافساته اللي جايه امتى، وبيبقى شكل التمرين فيها والاحمال مختلفه جدا عن بعض. وطبعا لو عنده بطوله قريب اضطر اعمل له حاجه اسمها تيبرنج، ان انا اقلل له الحمل شويه او اعمل حاجه اسمها دي لود. فالتمرين بيختلف من فتره لفتره على حسب جدول منافسات الرياضي. عكس لو انا بروح الجيم فبيبقى تمريني زي ما اتفقنا طول السنه تقريبا نفس الشكل.